ممكن اوتوغراف يا استاذه لو سمحت؟ اكيد. ايه يا رب الكتاب يعجبكم ان شاء الله يعجبك. اكيد طبعا. الله يبارك فيك. ميرسي. ممكن اهداء يا استاذ ملك؟ طبعا. يا رب الكتاب يعجبك. مبروك. ميرسي. كتاب هايل يا استاذه ملك بجد. ميرسي ربنا ألف ألف يخليك. مبروك. ميرسي شكرا. الو. ايوه يا ايهاب. لا انا خلاص خلصت 5 دقايق واخرج لك بره. بوبسي فيلسوفة الحياة حبيبي. حبيبة قلبي، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا ايهاب. انبسطتي؟ قوي 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 الحمد لله. الحمد لله. انا عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا. ها. دلوقتي عيد ميلاد يوسف قرب. تمام. عايزين نعمله مفاجاه يعني نعمل عيد ميلاده من غير ما يعرف. طيب. انا وانت واصحابنا بس. اوكي. ايهاب انا حاسه ان انت هتقع بلسانك. يعني أنا اللي هقول له طبعا لأ. عشان خاطري ايهاب اوعى. عمري. تمام. ايه يا جماعه في ايه اللي موقفكم كده؟ في هبد بقاله يومين في الشقه ورزع كده وحاجات غريبه بتحصل كل شويه. السكان كلها بتشتكي يا استاذه. طب ما تقلقوش، ممكن تفضلوا انا هشوف في ايه. كنت بتوحم يا ملك، انا جاي اصطاد بيها الفار. على فكره نضارتك حلوه قوي. سيب النضاره وشيل رجلك هنا على الكرسي. الرخامه دي. على فكره الواد بوب اتصل بيا 10 مرات بس لسه ما ردتش عليه. علشان واد واطي وزباله. يا ملك ايدك ولسانك بقى طوال قوي. الواد من ساعه ما انت جيت عايز يشوفك ويسلم عليك ويطمن عليك وانت ما بتردش. انت هتمشي امتى؟ مش ماشيه، اديني قاعده يا يوسف. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ ما قلتليش ليه كنت عملت لك معايا؟ انا يا ستي ما بعرفش. ما بعرفش. يوسف انا عايز اسالك سؤال دلوقتي، انت هتتجوز امتى؟ امتى هنشوف لك انثى في البيت ده؟ تعمل لك اكل، تغسل لك هدومك، تفتح لنا حتى الباب لما نخبط. معاكي مفتاح هتمثلي. يا ابني ده استفزني، انت عنست يا يوسف. تكلمي بجد يا ملك؟ هو باين عليا قوي يا يوسف. انا خفت. هتتجوز امتى يا يوسف؟ انا بقى عمري ما هتجوز حتى لو لقيت واحده فيها مواصفات العالم. عايزها جميله، حنينه، رياضيه، ذكيه، ذات مغزى. صحية امك. صحه وعافيه حبيبتي. بقول لك ايه، انت مجنون اكيد. مواصفات فتاة الاحلام اللي انت عايزها دي مش هتلاقيها ولا في 10 نسوان. ما افسرها لك احسن. ايديا. طب بقول لك يا ملوكه، اوعى بقى. اسمعي بقى، انا في حاجه كده بصراحه ما قلتش لحد عليها قبل كده، مش عارف هي ميزه ولا عيب. ايه هي؟ بتشد قوي للستات. تتشد ولا بتخاف؟ بصراحه الاثنين، واعتقد دي مواصفات الرجل الناجح. اما سموكوا حكومه ليه؟ طب غير الموضوع ده، من دوال كده في دفاترك القديمه ايام الجامعه. جامعه؟ فاكره البت البلوندايه اللي كانت ساكنه في الزمالك؟ احلام يا ست سبينه احلام. يا ابني اسمها احلام، دي بنت شقط يا يوسف، دي بنت شمال. وانا اقول برضه كانت بتحدف ليه ايام الجامعه. بقول لك ايه يا يوسف، انا عندي بنات بس ولاد ناس. ولاد ناس محترمين يعني. محترمين ماشي، مش مشكله. ما تتريقش عادي. محترمين فعلا. ايه رايك؟ مناخيرها كبيره. ها يا يوسف، حلوه دي بقى صح؟ مش كبيره برضه. طب دي يعني تحس ان صوابعها كده. صوابع ايه يا يوسف، انت عايز تجنني؟ خلاص لو عجباكي خلاص اوكي. عجباني وانا اللي هتجوزها. بقول لك ايه، انت فكك تماما من موضوع الجواز ده، انت مش بتاع جواز. والله احسن جواز بلانيله. ركز في شغلك، انت تعمل ايه في شغلك؟ انا عارف يا مالك، بس مش عايز صوره عاديه كده، عايز اعمل صوره فيها مش قادر احدد بصراحه لغايه دلوقتي. انت ايه اللي رجعك مستقبل؟ مش عارف. وحشتني موت. وانت كمان. الحمد لله على السلامه يا جو، نورت مصر. قلقان منك. حس كده بقى، خد دول يا سيدي. حيس. ايه دول؟ ده المبلغ اللي انا استلفته منك قبل ما تسافر علشان العمليه بتاعت ابويا. انا حاولت ادور عليك اكتر من مره عشان ابعتهم لك
وما كنتش عارف لك عنوان يا رجل يا زيبق. ولا كنت فاكر رايح مش راجع؟ خد الفلوس يا ضعيف، ابوك زي ابويا بالظبط. ماشي. قول لي يا جو، انت مرضي عن ال5 سنين اللي انت سافرتهم دول؟ العمايل مش عمايل فلوس وبس. انا ابويا ساب لي فلوس في البنوك ما اعرفش عدها، بس انا كنت بدور على نفسي. وكويس ان انت برضو جبت اللي عليك. فالرجل أيضا إن دارت به السنون ولم يتزوج فقد لا تقبل المرأة الزواج منه لتفاوت أعماره، ولذلك انتشرت ظاهرة العنوسة لدى الرجال. ومن هذا المنطلق أبدأ اليوم في كتابة أولى صفحات كتابي عن عنوسة الرجل. أين ومتى وكيف العنوسة عند الرجال؟ يا ملوكه، لا هسافر يومين شرم ادور على فكره المعرض الجديد بتاعي. تكون انت بقى شفت موضوع العروسه دي، بس والنبي بلاش بقى مصوابع غريبه دي ولا النفخه. لا لا لا، انا مش حمل، انا مش حمل خالص الحوارات دي. اعمل ايه بس في فكره المعرض بتاعي ده؟ اعمل ايه؟ بتقول حاجه؟ اعمل ايه؟ انا مش قايل لك 100 مره تدخين ضرر بالصحه؟ يخرش ينس. تصدق فكره حلوه. ايه ده بجد والله؟ طب والنبي هات لي الرخص بتاعتي عشان سحابه واقفه صف تاني. انت فين يا يوسف؟ اتقالي بقى كنت هنزل من غير بنطلون. اقسم بالله يا يوسف لو ما نزلتش دلوقتي انا هطلع مرمطه. ملوكه اتاخرت ليه يا حبيبتي؟ ما تقوليش ملوكه، انا متعصبه وانا غلطانه ان انا من الصبح متبهدله لك عشان الحجزه بتاعت المعرض الزفت بتاعك. ده واجب عليك. اتفضل قدامي. ورايا. وبعدين بقى جوجو. يا بوب. ازيك؟ بابسي حبيبتي. بارك. ازيك انت؟ لا يا جماعه ملوش اي لازمه المرمطه دي، كنتوا جيتوا لي البيت احسن. ايه يا عم الكسر ده يا عم يوسف؟ النهارده مفكرك بايه؟ عيد ميلادي طبعا. يا ترى بقى فيه هدايا ولا جو رخامه هاتي فرزه والجو ده؟ انا مش مصدقه انت ازاي تنح كده. ما هو مش برضه طريقه يا ملك وانت بتعزمي الناس على عيد ميلادي تحطيني في الجروب؟ ضيعت لي عنصر المفاجاه اللي هو اهم حاجه في عيد ميلادي يا بوب. ايه ده؟ انت بجد عملت كده؟ اه والله العظيم.
طب خلاص ما تزعليش، احنا ممكن نمثل ونفاجئ بعض من جديد. بجد؟ والله. يوسف إيه؟ النهارده ما بفكركش بحاجه؟ بايه؟ عيد ميلادك يا يوسف. لا مش معقول والله العظيم. معقول يا ملوكه؟ أيوة. مش مصدق نفسي. لا ال 34 يا الناس. ايه ده 34 سنه؟ أيوة. يا رب ده كبرت بقى. زي يا العسل. رب يا على فكره بقى ملك هي اللي قررت تعمل لك المفاجاه دي. معقوله يا إيهاب؟ أيوة. وازاي تخبي عليا؟ على فكره الفلوس كانت ناقصه 200 جنيه وعديتها. ابوك هو ابويا ولا هو كلامه بس؟ ايه كلام وخلاص. يلا. ده في تورته كمان. أيوة. مش مصدق يا جماعه. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. هبه نورتي يا روحي. اتاخرتي ليه؟ هاي ملك، اخبارك؟ ملك فريده بتسلم عليا. تمام. لا ايه منوره. تمام. يوسف صاحبنا وصاحب العيد ميلاد. انت اللي نروح كده. الطفوله الرخمه دي فاكراها؟ هاي هبه فريده. هاي اتفضلي اقعدي. اقعدي يا يوسف. هتاكل فته بعينك. هي تتاكل حاف من غير اي خبز. هي مين دي؟ دي صاحبة هبه صاحبتي. طب هي مخطوبه ولا ايه؟ مخبيه ايديها بايدي التانيه، مش قادره اشوف عندها دبله ولا لا. مش عارفه بس اقول لك يعني حركه كده من حركاتك تقدر تخليها تشيل ايديها من على بعضها. ايوه شايف كده؟ مايا. مايا. ميرسي. طب ممكن كانتالوب ده بتاعي على فكره مش بتاع ايهاب. كانتالوب. ميرسي. ميرسي. ميرسي لله انه خلق ناس حلوين قوي كده، حلوين ومش عارفين ان هم حلوين، يا بيستعبطوا وعاملين نفسهم مش عارفين ان هم حلوين، صح؟ فتحت الدنيا. اتصرفي انت طيب. والله انا قلت ده اللي عندي. عارفين يا جماعه عارفين يوسف ايه ده بقى؟ اشطر مصور فوتوغرافي انا شفته في حياتي. فعلا. عارفه مره يا فريده رحت له البيت لقيته بيجري ورا فار قد فار قد كده. والله العظيم. فار والله. يا أي بنت خدمة يا معلم. الساعة. طب ما تشوف حكايتها ايه؟ ادوس لك في الحوار؟ مفيش دم. لا طب انا هظبط مع هبه بقى. شوف بقى هبه وسيبني. لا هبه بالمره. يا بابا هبه عايز اسالك سؤال. هي فريده صاحبتك دي مرتبطه؟ لا ليه؟ جايبه لها عريس. وايه عيبه؟ ايه عيبه دي؟ ده سؤال. يعني ايه العيب اللي هيبوظ الجوازه؟ مفيش اي عيب، واد زي البطه البيضاء فله. بصي هي ملهاش في الشغل بس رومانسيه جدا من ايام الزمن الجميل. برج الحوت بقى. ماشي يا حبيبتي ميرسي. تمام دوس. مفيش مرتبط. مش مرتبطه بس بقول لك ايه مؤدبه رومانسيه. يوسف. عينين يوسف. هو انت بتصور فيران بس ولا بني ادمين كمان؟ انا يا عينين يوسف من جوه بصور اي حاجه فيها روح بتنبض، خصوصا لو عينيها حلوه. خلاص يا ناس على الحلاوه. انت بجد؟ اكيد ما كانش ينفع انام قبل ما اقولك تصبح على خير. انا كده هتعود. بقول لك ايه، هو انت بتعمل ايه؟ بصراحه مش عارف ليه حسيت لازم اعمل كده. طب خليكي ثانيه معايا كده.
حسن انت على فين؟ ايه الصدفة دي؟ صدفة ايه؟ ده انا بقيت عند المدرسة من امبارح. اركنوا تعالى ناخد لفة. ماشي. يلا. ايه الحلاوة دي يا مصر؟ لحظة فين؟ الله اكبر. هاي يوسف ازيك؟ يارا ازيك يا يارا؟ فين يا ابني وحشتني مش بتسأل ليه؟ هكلمك يا حبيبتي. قبل كده هكلمك يا جماعة. مين دي؟ ايه؟ لا دي؟ يارا صاحبتي. يوسف انت عرفت بنات قبلي؟ لا كنت ببيع سبح. اكيد يا فريده كنت بعرف بنات قبل. برافو عجبتني صراحة. لا اي خدمه حبيبتي. بقول لك ايه يا فريده؟ قولي. على فكره انا جبت لك حته كتاب تحفه اسمه ذا سكرت، هاي جدا لما تقريه يعني حاجه عظيمه. الله عارفاه. ده انا هتجنن واقراه، كل اصحابي بيتكلموا عنه. بتتكلمي بجد؟ والله. خلاص اعتبريه هديه. ثانك يو. طب قولي بقى بيتكلم عن ايه؟ ذا سكرت؟ الكتاب ده كتاب هايل، بس هو فيه ميزه وعيب في آن واحد، اللي يقراه ما يبلغش حد هو قرا ايه. بقول لك ايه؟ قولي. ما تيجي نشرب لنا 2 كافي في البيت. بيتك؟ لا طبعا. طبعا سبحان الله كأنك بتقري افكار يا عفريته. خلينا في الشمس. بجد طلعت رومانسية. ليه بتقول كده؟ يعني إحساسك بالمكان، لبسك، طريقة رأسك، نظرة عينك. فعلا المكان كله شعرية وخيال، شبه اللي في الروايات الرومانسية. أصل أنا بحبها قوي. تعرفي فريدة، الحب هو المرأة، والمرأة هي أهم رابطة بتربطنا بالحياة. ده كلام نجيب محفوظ. نجيب محفوظ يبقى خاله. بتتكلم بجد؟ هو الكلام ده فيه هزار؟ أنا مش مصدقة نفسي. طب واخد منه إيه بقى؟ حاجات كتير أوي. إيه؟ أهمها يعني المشي كتير في العجوزة، وكنت يعني هاخد الحسن اللي هنا بس ما حصلش نصيب. نزاعات في الورث وكده. طبعا. يعني أنا استحضرتني ثلاثية يعني. قصدك رباعية؟ لا أكيد مش هطلع كل حاجة لخاله، أكيد ليها ستايل. طبعا. صح؟ زي ما أنت ليك ستايلك كده وقمر. ميرسي. ما تسمعني الثلاثية يا يوسف. انتي ايه؟ انتي ليه؟ انتي حقيقة ولا خيال ولا جنس امك؟ ايه؟ انتي ايه؟ يا ايه؟ بجرب ليها بس. ده انت كمان شاعر. انا بدور على الحب يا فريدة. وانتي؟ انا بحلم بالسعادة. وانا بحلم بالوسادة. بس السعادة يا فريدة مش حلم، السعادة قرار، ويمكن تكون استقرار، ده إذا ما كانتش انتظار أو انتصار. ده أنت كمان صاحب مبدأ. إلا المبدأ يا فريدة، إلا المبدأ. امسكي إيه ده؟ مفتاح شقتي، عايزك تعتبريها شقتك وأنا هوريك مبدئي. لازم تيجي. واجي ليه؟ أنا شايف عينيك نظرة ريبة، مش هلومك عليها، يمكن تكون صح من وجهة نظرك، بس أنا زي إنسان في حزني ببقى حزين، وفي ضحكي ببقى ضحوك، وفي جرحي ببقى جروح. أنا ضعيف أوي يا فريدة وحساس وما بقولش لحد. هي دي عيوبي يا فريدة. يبقى دي تبقى عيوبك. أمال مميزاتك إيه؟
بموت في البوس. ملحوظة يا فريدة، ايه الفرق ان انا اكلمك وانا على السرير وانا على الكنبة؟ عشان ابقى مصحصح. ايه يا حبيبتي؟ لا 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 بسأل بس. بص يا سيدي، انا صحيت زهقانه قوي، ما عرفتش اعمل ايه. خدت العربيه وقعدت الف 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 في الشوارع لحد ما كلمتني هبه. يا بنتي الايه؟ قلت لها يلا بينا نروح النادي، ايه رايك؟ قالت لي اوكي. قالت لي ما تعدي تاخديني. قلت لها لا لا مش هينفع اعدي اخدك، الدنيا زحمه قوي. قلت لها بقول لك ايه هبه، انا شعري مش عاجبني، عايزه اروح لكوافير. بعدين قعدت افكر اعمل ضوافر ايدي ولا ضوافر رجلي. تفتكر عملت ايه؟ ايه؟ عملت ايدي. يا سلام، الموضوع شيق. يوسف خليك معايا، انا حاسه انك بتنام. يا ستي بنام منك ازاي؟ ما انا طول الوقت بقول طب اخر حاجه قلتها ايه؟ كنت بتقولي لي بقول ايه؟ يوسف معاك يا حبيبتي. انت بتعمل ايه يا يوسف؟ في الحمام. في الحمام ازاي يا يوسف؟ انا سامع صوت بويلر. سامع صوت بويلر؟ انا عندي بويلر في الحمام. بتقيله. اسكت، هو انا ما حكيتلكش على اللي هبه عملته النهارده؟ انا جات لي فكره حلوه، تيجي نقفل نريح 5 بس من بعض. نقفل ليه يا يوسف؟ هو انت زهقت مني؟ انت وراك حاجه؟ يعني هعمل ايه يعني؟ اكل، اشرب، امشي على الحيط، اتشقلب. طب يا يوسف، لا اله الا الله. لا صعب ارد عليك، الجمله دي حرام. لا يا يوسف، عايزه اسمع الرد دلوقتي. طب ثانيه كده اخرج راسي من الحمام. عيدي كده. لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد النادي رحت عند الكوافير وعملت ضوافري وعملت شعري. فريده، هو الموضوع ده مش 5 مرة نحكيه؟ وانت متضايق مني؟ لا طبعا مش متضايق، بالعكس يا ريت احكيه كل يوم يا حبيبتي. وانت زهقت مني؟ ناقص لي مرتين كمان وانتحر بعد الموضوع. اهو انا معاك اهو. بعد النادي رحت عند الكوافير وعملت ضوافري وعملت شعري. الو الو يوسف، يوسف، الو. ايوه، انا لقيت الطريقه اللي هفضل مصحصح بيها طول العمر وجاهز اتسال اي سؤال. يا فريده. ايوه، احكي الموضوع يا حبيبتي اللي بتحكولي 1000 مره، انا معاكي. يوسف، يوسف، يوسف. الله، شفتي البدله دي؟ حلو، هتبقى حلوه على يوسف مش كده؟ دي ليه انا يا بنتي؟ حلوه برضه، جربها. الله، بقول لك ايه رايك في البدله دي يا يوسف؟ حلوه قوي. تيجي نشتريها له؟ هي ستايله، يلا بينا. ما كانش ينفع لأي سبب من الأسباب تسيبي المعرض امبارح وتمشي. يوسف، أنا هكلمك بصراحة، علاقتك بملك علاقة غريبة قوي. ملك أنت أختي، ودي حدود العلاقة.
يا يوسف انا بني ادمه وليا مشاعر ومن حق اغير. على راسي، بس ده كتير قوي يا فريده، كتير. ايه عجبتك؟ او ما اكلمها لك؟ ولا ايه رايك اجيب لك رقم تليفونها؟ اتمنى، واتمنى كمان ما ترجعيش في رايك. تعرفيش قد ايه يا فريده هتكبري في نظري لو عملت كده. على فكره الاسلوب ده انا ما بحبوش ولا يحبه اي راجل. الغيره طول عمرها بتهد ما بتبنيش. اللي لازم تعرفيه ان اي علاقه ناجحه بيبقى اساسها الست، ومش اي ست، الست اللي بتعرف تحب بقلبها وتحاجة على حبها بعقلها. اللي عندها الموازنه دي بس هي اللي بتعرف تعيش. تيجي ناكل؟ الاكل هنا فظيع، انا جربت المكان ده اكتر من مره. اتفضل. انا بعلمك حاجه مهمه عشان يعيش لك راجل، سواء انا او غيري. فريدة مالك؟ يوسف اتغير قوي، ما بقاش يوسف بتاع زمان. واحد تاني ما اعرفوش. فين يوسف اللي انا حبيته؟ فين يوسف اللي اتمنيت اتجوزه؟ فين يوسف اللي كان بيحس بيا من غير ما اتكلم؟ واحد لسه عارفاه من اسبوعين، محسنك عارفين بعض بقالكم 20 سنة. اكيد يعرف واحدة تانية، انا لازم اعرف هي مين. اعمل ايه دلوقتي؟ الو. هاي فريدة، انا في البيت نايم من 6. لا انا بخير بخير. طب ممكن نتكلم بعدين؟ ماشي اوكي، يلا باي 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 باي. انت مين فتحلك؟ صحيح انت معاكي المفتاح. يوسف انا ما كنتش متخيله انك تبعني فريدة! يا خرابي! دي دخلتك عليا يا بعيدة! يا فريدة! طب مين اللي هياكل القطة يا فريدة؟ يعني هتكلم في التليفون 8 ساعات، يا تجيبي لي قلوة بيتي، قلوة بيتي! تخلص من فريدة، ارميها من الشباك. جيت اظبط فريدة، اخدت فيها تأبيدة. انا اللي جبت الناس. هو ينفع؟ ما ينفعش. كنت مستني دخلتك عليا، طلعت خرجتك يا بعيدة. رد بقى يا ملك. ما هو يا ملك. طمني النبي يا دكتور، ايه الاخبار؟ الحمد لله جت سليمة. طب الحمد لله.
طيب دكتور حضرتك هي هتكون كويسه مفيش اي مشاكل؟ ان شاء الله هتقوم بالف سلامه، مفيش اي مشكله خالص ان شاء الله. ميرسي ما تقلقيش من اي حاجه. ميرسي قوي. لا عفوا. خلبوس يا مالك طمنيني، هتعيش؟ هتعيش ما تقلقش كله تمام. يا رب. الحمد لله ما تخافش، انا لازم امشي دلوقتي احنا عشان عندي شغل. اياك يا يوسف تتحرك من مكانك، تفضل معايا. الكلام ده اكيد طبعا هقعد احتاج الدم، رقبه، كليه، يعني طمني انت بس، اتكلي انت على الله. عم بالراحه يا عم ما تزقش كده. هو البوليس بيجري وراك ليه؟ سمسار سمسار ايه تاني؟ بقول لك سواق. سمسار ما اختلفناش، انت جيت الراجل المناسب. يلا نهرب. انت تلبسي النضاره دي ليه؟ ما حدش عرفني. انا هلبسها انا كمان. ليه؟ عشان ما حدش عارفني. يلا يا بنات. يلا. هاجي على فين بقى؟ مصر هتفضل غالية عليا. طب نركب عربيتي احسن. مفيش عربيتك، انا اركب الموتوسيكل بتاعك. طب بقى نطلع على الشارع على طول. انت لقيت الشخص المناسب. امسك يلا نفسك. نهرب. يلا يا بنت. البيت نور. واو. بعدين بقى. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده الاستوديو الفوتوغرافي بتاعي. انت مصور؟ يس. يعني يمكن تعملي سيشن؟ هعمل لك. بيتك حلو فعلا. لا نور من اولها. انت متجوز؟ والله عندي امل. ما شاء الله ربنا يخليها لك. لا عندي امل اتجوز. لا ربنا يسهلك ان شاء الله. تقيلة قوي. طبعا هعمل لك بقى كوبايه عصير تروق دمك، ولازم تعرفي ان مصر هتفضل غاليه عليا. هو في فلوس كده في البلد؟ احنا اللي فاكرين نفسنا اغنياء. يا حاجة يا حاجة يا حاجة يا بنت. بقالي يومين لا الميه ولا الاكل نزل بطني. هو انت عندك قرحة؟ اصل البني ادم يعني بيشرب وياكل عادي. اكل ايه وشرب ايه يا بني ادم انت؟ المناضل الثوري لا ياكل لا يشرب لا ينام الا اذا المظلوم اخذ حقه. يا يوسف المناضل الثوري لا يرتاح ولا يهدى له بال طبعا. الا اذا الشعب عاش بكرامه وفي عدل وفي سلام. سلام يا سلام. تعالى انشف. ماشي ماشي. هي الثلاجه اللي هنا هناك اهي. وسع. يوم ازرق جايبها من الشارع الجزمه. انت يا بنت. جبت لي غثيان يا بعيده. ارهق بسرعه عشان نلحق ننزل. لا انت مش تمشي من هنا قبل 39 يوم. ليه؟ ثانيه واحده. خد المفتاح. خرب بيتك يا فريده. خدي مفتاح شقتي خليه معاكي. ليه؟ عشان حبيتي تنتحري في اي وقت. انت ساكنه فين؟ ساكنه مع ماما. ماما ساكنه فين؟ في بيت بابا. يا بابا يا بابا. وبابا ساكن فين؟ في المعادي. الامانه تقتضي بلغك ان المعادي متراقبه من ايام صلاح نصر. مين صلاح نصر؟ خال احمد حلمي في كسرش. بقول لك ايه؟ بما انك انت اتشقلبت في الطبق مع الفراخ والجوافه كده، نقوم ناخد شاورنا كده ونفوق من التراب اللي احنا فيه، ونشوف بقى الدنيا هتودينا فين. شاور. اهو بالمره تغسلي ايدك واخش ارجع بعديك على طول. حمامك فين؟ من هنا يا جزمه. الله يقرفك. كلب كان على الترابيزه.
يا ملك بصي لي بقى يا ابني. بقول لك لقيت الانسان اللي بدور عليها. اي نعم طريقه اكلها كده يعني بتجيب لي غثيان، بس احسن من اللي جت تنتحر عندي وكانت هتجيب لي مصيبه. بقول لك ايه يا يوسف، انا كل اللي عايزاه منك ان انت تعرف البنت كويس قوي بعدين تدخلها حياتك. والله يا ملوكه هتغيري رايك لما تشوفيها. وبعدين صحت روح القائد اللي جوايا. راجل اللي يحب الوطن بالشكل ده يعملها عمره ما يبقى شمال. وايش ضمنك انها مش شمال؟ حس الوطن يا ملك هو اللي يعرفنا اذا كانت شمال ولا لا. البلد بتتسرق يا واد يا وطني. شوف المنيو، عايزين ناكل. جعت. ايه؟ جعت. ناكل؟ المواطن الثوري لا ياكل ولا يشرب ولا ينام الا المظلوم ياخد حقه. بتتصل يلا نهرب قبل ما يقبضوا علينا. هم مين؟ الانجليز. مش عارفه حاجه، مش الانجليز دخلوا البلد بلا وكسه. مفيش اتنين زيي سبحان من صور في جمال خمسة وخميس عليك اللي عاجبني فيك. مفيش اتنين زيي سبحان من صور في جمال خمسة وخميس عليك. تقول لي الارض تدي ده جماله ده مفيش قده في الحارة لما تعدي من كل عباري يا شفايف زي النار يا مطعم الموت ده اللي هيبقى حبيبك. معقولة؟ بمشي وانا نايم؟ رجعت لي الحالة دي تاني؟ يا عيني الحالة دي بتجيلك من كتير ولا ايه؟ كان بيجيلي زمان بس كنت خفت منها. مش عارف، الدكاترة قالوا لي ان انا حالة نادرة. تاخد لها حاجة؟ باخد لها زنتاك. فين الزنتاك ده؟ شوفي لي زنتاك هنا كده. اجمد. وقف. مفيش زنتاك. زنتاك. طب شوفي لي كده تاني. مفيش يا عم. طب تعالي الحقيني تعالي يا مريم. امسك نفسك يا عم. اجمد. مش عارفين اللي حصل لي. الله يرحمك يا ماما. عايزك تدخليني على السرير. حاضر. انا مش عارف رجعت لي تاني كده ازاي. السرير بسرعه. عايز اتغطى. عايز اتغطى. معقول يا مريم؟ معلش امشي وانا نايم؟ بتحصل. فينك يا ماما الله يرحمك. عمرها ما كانت بتسيبني ابدا في الوضع ده. الله يرحمها. نام انت وارتاح واتغطى دلوقتي وانت هتبقى كويس قوي. اتغطى؟ لا نتغطى. اصل ماما عمرها ما سابتني وكانت بتتغطى معايا. لا الله يرحمها. وماله؟ نتغطى. تعالى ايه مالك في ايه؟ ما تنشف. اتغطى. ها حطيت؟ ايه مشكلتك بقى؟ تصدقي انت فيكي لمحه منها؟ سبحان الله. يوسف ده انت طلعت خلبوس قوي يا يوسف. اللي جابت دلوقتي يا بنت الجزمه. تعالى لي بره. بسرير يا يوسف بسرير. يا ملك بختبر اخلاقها، يعني اتجوزها وتطلع شمال الناس تقول علينا ايه؟ المناضل الثوري يا يوسف عمره ما يطلع شمال. فاكر؟ في السرير يا يوسف. بقى مش مصدقها. يا نهار اسود. نورتينا. اهلا يا اختي. صاحبة بيت بقى.
ما عرفتناش يا يوسف. دي؟ دي ملك، صاحبتي في النضال والكفاح لا يا راجل. ملك خالتي، بنت خالتي. فظيعة ملك دي، من كتاب المشهورين قوي ما شاء الله. تكتب الكتب اللي هي المرأة ضد الرجل الشمال، خلقها ضيق قد كده اهو، بس ما بتقعدش عند حد دقيقتين على بعض، عدى منهم 5 دقايق. ازيك يا ملك؟ تمشي امتى؟ مش ماشية يا يوسف. قلت لي بتكتبي عن ايه تاني؟ بكتب يا حبيبتي عن المساواة بين الرجل والمرأة. تسمعي عن حاجة دي؟ رجل ايه ومرأة ايه وتفاهة وكهن نسوان ايه؟ كفايه كلام في مواضيع فارغه ما ليها اي 30 لازمه. ما تكتبي عن حاجه ليها معنى، اكتبي عن النضال، عن الثوريه، عن الكفاح ضد البرجماتيه او الميكيافيليه. صحيح يا ملك، انت ليه ما بتكتبيش عن الميكروفيلية؟ كنت تعرف ايه يا روح امك عن الميكافيلية؟ ها؟ تعرف ايه؟ معروفة يا اختي من زمان. الميكروفيلية ايه، ما بتذبحوش في العيد؟ اخلص انت، هتتكلم وانا موجوده ولا ايه؟ اسف يا حبيبتي، بس وصل لها المعلومة. مش بتوصل ايه؟ انت بتوصل ايه؟ انت يا بنت انت بتزعلوا كده ليه؟ لا على فكره انا زعلي وازعل اي حد يعجبني، وانا مش بيت. يا نهار ابوك يا اسود، انت شايف ان ده تبع ولا مش شايف يا يوسف؟ مش شايف. مش شايف؟ ماشي يا يوسف، انا قليلة الادب. طب وحياة امي وامك يا ربيك. ربي مين يا عدمت الرباية ده اللي يا ملك الجواز هتبوظ يا ملك، يا ملك يا واطية يا جسمة. احسن عشان تكتبي في الميكروفيلية يا واطية البلد اتغيرت. يا زبالة يا جزم يا جزم. والله العظيم لو اوريك اسم انت وهي. نورت البيت يا ملك. الحرية أهم مطلب من مطالبنا. الحرية لازم الشعب المصري يسترد حريته، والعدالة الاجتماعية اللي أسسها جيفارا مثلنا قدوتنا. لازم نرجع السلوجان بتاعنا: عيش حرية عدالة اجتماعية. عيش حرية عدالة اجتماعية. المشكلة يا جماعة إن المجتمع بقى في انحدار والانحلال مستمر، ومش لاقيين حد يفهمنا، وهي دي المصيبة. فعلا الناس بقت متخلفه بطريقه مقززه، محدش عايز يساعدنا عشان ننظف البلد. مهما كانت المشكله البلد دي لازم تنضف لو باي ثمن، حتى لو اضطرينا ان احنا نهديها كلها ونبنيها من جديد. تهدي وتبني مين يا ابن الكلب؟ تهدي وتبني مين يا ابن الكلب؟ البلد دي بلد ولاده، ولما جابت عبد الناصر. مين اللي بص في النكسه في 73؟ مش عبد الناصر؟ ها؟ مين اللي حرر قناه السويس في 84؟ مش عبد الناصر؟ كنت انت فين؟ فين؟ ها؟ كنت فين؟ كنت فين؟ لما رمينا الأحبال وشدينا الأحمال وسدينا السد وعدينا العد وغرقنا الأرض مية. ها؟ كظباط أحرار. ها؟ ما بتنزلش تبرم على الدائري وتسمع عمرو دياب أنا ميال؟ الدائري اللي عمله لك عبد الناصر، اوعى عبد الناصر ينسيك الجون بتاع مجدي عبد الغني في كأس العالم اللي هو كده. ها؟ يا اخي لما تحب تتعوج انت واللي زيك وتتكلم في السياسه يبقى قروا تاريخكم الاول. ماما أرجنتينية، انت هقابل ماما بقى. هتقابل ماما ليه؟ والله يا ماما اكلك وحشني قوي. يا حبيبة قلبي، مريم دي سمرت كفاحي انا وابوها الله يرحمه. الله يرحمه، عمو لذيذ قوي يا طنط. هي واخده منه حاجات كتير قوي، بالرغم ان هي ما شافتوش الا مرات قليله لانه كان في المعتقل. عشان كده ما تربيتش. جم قبضوا عليه ليله دخلتنا بعد الفرح ما خلص بساعه، اخدوه من حضني. هم دايما يجوا يفسدوا علينا اسعد لحظات حياتنا. بمناسبة اللحظات يا طنط،
ان شاء الله يعني لما اجي اتقدم لمريم ونجيب شبكه ومهر وكده والبوليس كبس علينا، يا ترى بنهرب مع بعض ولا العيال بتطلع زي مريم؟ مين؟ اكيد بتوع اللحظات يا طنط. احنا بقى نهرب مع بعض ولا كل واحد بيهج لوحده؟ ماكو يا ست الكل. ايه يا بني ادم؟ حد يخبط كده؟ انت ساعات بتبقى نايمه خبط عليكي ولا حد بيعبرني. خلاص خلاص. الفلوس بعدين. بعدين. ايه يا يوسف؟ مالك؟ ماكو دي فيها بنطلون. كلم مريم الجزمة. يا ربي ما بتردش الجزمة. انا اللي كلمت مين؟ مالك اختي حبيبتي؟ تعبان يا ملك بموت. تعبانة عندك ايه ان شاء الله؟ تعبان يا ملك هموت. وفين المجنونة كانت عايشة معاك في البيت؟ طلعت واطية. خرجت بقالها يومين وبكلمها مش بترد عليا. يا ملك حتى ولا تعبان. ايوه حتى وانت تعبان انت تستاهل كل اللي يجرالك عشان تعرف مين اللي بقالك. يا رب يا رب تكون اتقفشت ونخلص من الليله السوداء دي. يا رب تروح في داهية. اوعى وريني. ايه ده انت سخن بجد؟ دي تقيلة يا ملك. معلش ما كانش قصدي، انا بحسبك تتدلع. وده وقت دلع. بس بقى لا خلاص بجد انت سخنه قوي. يلا نروح للدكتور. لا هو اللي يجي. هو اللي يجي حاضر هكلمه ويجي لك لحد عندك. وعايز شرب. اعمل لك شرب. احكي لحد. بقالي كتير نفسي انزل اشتري لبس مكسله انزل لوحدي بس انت شجعتني. يا ملوكه حبيبتي ده كفايه وقفتي الجنب الاربع ايام دول كنت هموت. المجنونه بتاعتك ظهرت يا يوسف. كنت فين يا اموره؟ اسكت يا يوسف كنت هتقفش. ورحت استخبيت اليومين دول عند واحده صاحبتي. بقول لك ايه؟ انا عاوزك مشوار مهم قوي. لا حبيبتي معلش المشوار ده يتاجل لبكره يا ماما. لا حبيبتي على فكره ما ينفعش يتاجل لبكره خالص. مشوار ايه اللي ما يتاجلش؟ مصر يا يوسف. فوق ارادتي يا ملك. مصر محتاجاني. بصي لي كده ليه؟ تصدق ان انت واطي يا يوسف. بس معلش انا اللي غلطانه. يا ملك في ايه يعني لما ناجل مشوارك بكره يعني؟ سلام يا يوسف. يا ملك اركب عسل. نطلع بقى ناخد شاورنا ونطلب عم فرحات شوربه محمله وحمام. يلا اديك في النفاق طبعا اظبطك. عايز اقول لك جيتي في وقتك. ايه المكان ده؟ انت واخديني على فين؟ بطيك على اكتر مكان انا برتاح فيه. ايه في الحمام؟ حمام ايه؟ تعرف؟ انا بموت في خفه دمك. ده احنا بالعكس بقى. تقريبا كده. شوف الحركه دي. اوبا. ايه ده متراقبين ولا ايه؟
يا ابن الكلب. ليك وحشه يا كلب. ها فاكر السياسه ولا لا؟ فاكرها طبعا. مين حرك قناه السويس في 73؟ عبد الناصر. ومين فاز في المكسب 84؟ برضه عبد الناصر. ومين بنى الدائري؟ عمرو دياب. طب ومين غنى انا ميال؟ عبد الناصر. عايزك تبقى شاطر كده، ما تخليش حد يضحك عليك. شد حيلك. بعد يا عفريت. يا اخي حيلم اهو. ايه يا جماعه عملتوا ايه؟ ايه؟ تمام بس لازم نسلط الضوء اكتر على الظلم والفساد. لازم نستفز مشاعر الناس ونلهبها جدا. لازم نحرك دوافعهم عشان ينزلوا تاني للشارع. ولازم نخرج من هنا، الدنيا حر قوي، هيجيلكوا تسلخات. انشف. ايه؟ انت عارف ان انت اول واحد من بره الحركه يجي هنا وتطلع عشان انا بثق فيك. ياه ايه؟ بجرب ليها بس. تقبلي مني الورد دي؟ مين؟ مش ده اكيد المكواجي. كله يثبت مكانه. مكواجي وعامل ظابط. لا ده ظابط. لام المنشوراتي ونعدي على البوكس. يلا على البوكس. يلا. ثانية واحدة. ثانية واحدة. سلبي بقى. يلا شباب يلا. كنتش عليها تلج ليه؟ كنت زماني نزلتها على الفيس. يلا مش مشكلة بقى، الزيارة الجاية. ولا ايه؟ بلاش ننزلها على الفيس. بلاش زيارة تاني خالص. تعالى تعالى. انا جيت من بدري، انت مش شايفني ولا ايه؟ هو انت 6 ابريل يا دي 7/1 الجدي والله. هتهزر يا رحمة؟ ليه؟ ليه المعاملة دي؟ تعالى. الحمد لله الحمد لله. تعالى كفارة. انا بموت. وديني المستشفى. الحلوة دي. هموت يا ملك. وديني المستشفى. ده يوسف انت مجنون ولا ايه؟ الحقيني يا ملك. موجوع يا يوسف؟ يا ماما يا ماما يا ماما. طب تحب اكلم لك مامتك ولا ايه؟ ماما الله يرحمها شكلي هروح لها بدري. بعد الشهر يا يوسف. طب انت ايه اللي وجعك؟ قول لي. نار قايده في جسمي. خلاص يا يوسف قربنا نوصل المستشفى. ايه؟ مستشفى؟ انتوا عايزين تودوني في داهيه ولا ايه؟ انا مش عايزه مشاكل. انت عايزه ايه يعني؟ سيبه لحد ما يموت؟ بقول لك ايه، انا هوديه المستشفى. انا هوديه المستشفى. هو انت استحمل شويه، كلها دقيقتين ونوصل. وانا استحمل دقيقتين يا ملك؟ ده انا اروح منكم. خلاص يا جماعه، انا هوديه عندي الفيلا دي، حتى هنا قريبه خالص. فين الفيلا؟ في العاشر. في العاشر؟ يعني قريبه ملوكه، كلها ساعتين. ساعتين ايه ودقيقتين ايه وعاشر ايه؟ تهدي بقى شويه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالم والمفتري.
والابيض ابو كاسكيته. رد بقى. كان مكتوب لي رجلين البيضه الحلوه دي فين؟ اندب يا اخويا قوي. هندب. وانا طول عمري حاسس ان علاجي هيبقى بالعاشر. يا بوب، ونبقى بوب عايزك تلحقني الدكتور يجبسني. خير خير يا عم، مفيش حق. خير. تجيبه منين دلوقتي؟ ابعت لي اي تمرج يلبسه بدله، وابعت معاه بقى شكاره جبس. هبعت لك عنوان في المسج. يا جمال، يا طعمته، يا اختي يا ناس. للاسف يا استاذ يوسف مش هتعرف تتحرك من مكانك الا بعد 3 اسابيع. انا ادرى واحد بحالتي. انا مش هتنقل من السرير ده قبل 39 يوم. ايه ده بعدين نتكلم يا بوب. ايوه يا يوسف، بس انت لازم تروح المستشفى ولازم كمان نعمل محضر. دي عاهه مستديمه يعني بيتاخد فيها 6 اشهر. ايه جرى ايه يا مستر ايهاب؟ بس ده انا متاكده ان مستر جو هيرتاح هنا قوي قوي. خلاص بقى يا بوب، المسامح كريم. اصل ما شفتش حاجه. خلاص يا جو، اللي تشوفه. ما شافش ايه؟ ما شافش ايه؟ قول لي. عايز تقعد هنا 39 يوم يا يوسف؟ ماشي، قوم لنا بالسلامه. تسلم ايدك يا ملوكه. عايزك بقى والنبي وانت معديه على البيت تجيبي لي بقى شويه غيارات عشان شكل القعده هنا هتطول. هي بقت كده يا يوسف؟ ماشي، يلا بينا يا ايهاب. ملحوظه بقى، مش عايز حد يتصل بيا لان انا فعلا هنا بخير، والله بخير. يلا يا ايهاب نمشي من هنا، يلا. فلايكس. يلا قول بقى، ما يصحش وصلي الناس قاعدين في بيتنا. يلا. حاضر. وما تاخريش عليا عشان انا عايز شوربه يا موز. بس افتكر يا يوسف ان مسيرك يا ملوخيه تيجي تحت المخرطه، ماشي؟ ماشي. خد يا باشا. نار ايده في رجلي. ده جبس طبي. بصراحه يا باشا انا بيض محاره. مبيض محاره لولا غلاوه الشرط في قلبي. عشان طول عمرهم يحلموا باليوم ده. الصدق اللي قال محدش بيرتاح غير في بيته. دي 10 سيجارات تشربها. انت كده بتخافي عليا؟ ليه؟ ايدي وجعتني. يا واطيه. يوسف، انا عندي مشوار مهم جدا ولازم انزل دلوقتي حالا. يتاكد هيكون اهم من صحتي. ما انا بقالي 10 ساعات مذنبه جنبك. احسن ما نتذنب في الحجز وهناك ناخد على قفانا. شكلي هلجأ للرسميات. جو، انت خدت الدواء بتاعك؟ احكي لي حدوته. ايه؟ هو بجد يا جيسي انت عايشه في الفيلا دي لوحدك؟ اصل يعني من ساعه ما جيت لا شفت بابا ولا ماما ولا كلب في الجنينه. نو، كلب موجود. الباتشينو. شينو. يا سبحان الله، دبانه بتهوهو. طب حاسبي بقى على الطير. سبحان الله. طيب احكي لي حدوتك حتى نتعرف على بعض. بص يا سيدي، كان يا مكان. كان يا مكان. دادي اتجوز صاحبة مامي وهاجروا على كندا، ومامي اتجوزت صاحب دادي وهاجروا على استراليا. خونة يعني. غريبة يعني ان هم يبقى عندهم موزة زي كده ويسيبوها لوحديها. اصل البنت في سنك بتبقى محتاجة حد يحكي لها وتحكي له، يشكي لها وتشكي له، يحسها، ياخدها في حضنه، يضمها، ايه، يغسل لها الشورت. فكي بقى. اتفضلي. ازيك يا بابا؟ ايه ده؟ ده الفستان اللي عجبك يوم ما كنا بنشتري البدله بتاعت يوسف، فاكره؟ فستان؟ انت مركز بقى يا ايهاب؟ هو انت متخيله ان انا مش مركز ولا ايه؟ وليه التركيز؟ هو لما الراجل بيركز مع واحده بيركز معاها ليه يا ملك؟ وانا في الحاله دي المفروض اعمل ايه يا ايهاب؟ على الاقل تجربي تركزي.
على فكره. وبتنجرح من اقل كلمه. يا ملوكه، ازيك يا جو، عامل ايه؟ يا حبيبتي قلت لك ما تشغليش بالك بيا، انا بخير. على فكره انا اتخطبت لايهاب. ايه؟ اتخطبت لايهاب؟ ويا ترى بقى انا اخر من يعلم ولا اولهم؟ انت اول من يعلم. الف مبروك يا حبيبتي. طب اديني الواد بوب بقى بارك له. على فين؟ انت شايف ايه؟ مش شايف. اظلمك يعني؟ اما اشوف الاول. شايف شنطه ودبانه عامله كلب. على فين بقى ان شاء الله؟ طالعين رحله. والرحله دي في الهرم ولا البرج؟ لا، راس شيطان. عندك كفره يعني. بقول لك ايه، انت هتحبسني جنبك ولا ايه؟ انا ما اتعودتش على كده، انا اخرج وقت ما انا عايزه وارجع وقت ما انا عايزه. ده كان زمان. يمين بالله لو ما تلميتي لبعتك سجن القناطر ما تخرجي منه ابدا. اطلعي فوق. والله لا سلم نفسي. ده التاني يا اختي، ده التاني. والله لا حرمك من الشرط ده. بقول لك انا هيحصل لي حاجه لو فضلت محبوسه هنا اكتر من كده، هتجنن هطق. يا بنتي ده مرمطني، ده انا ولا الشغاله بتاعته. يبلغ البوليس، يبلغ النيابه، انا خلاص ما بقتش فارقه معايا. ولا اقول لك انا هقتله النهارده. يا اختي ناس. ايه ده؟ جهاز. ايه؟ اصل انا ست قالت لي اللحم بيروح في اللحم والعظم بيروح في العظم، اما السي فود بقى ما يروحش على الارض. طب وحياة ستك يا يوسف، انا عندي حفله وعايزه اخرج. هنعيد وتاني تاني وتالت واحد كمان. عايز تروحي فين؟ قلت لك عندي حفله. هو ينفع اخرج كده؟ انا هتصرف. يعني انا مش عارف احكم بيتي. طب لا في حفلات ولا خروج من البيت اصلا. ها؟ يا جيسي يلا عشان اتاخرنا. ايه ده، انت هتسيب عربيتك وهتيجي معانا؟ ايوه هنيجي كلنا بعربيه الاسعاف معاك. دي طقوس الحفله بقى. ها؟ أيوة. جميله شكلها. رحت قبل كده؟ ها؟ يوسف. يا ملوكه. مالك يا حبيبي، في ايه؟ مفيش، مغمى عليا وهينقلوني على مستشفى الاشجار. اشجار ايه؟ اشجار ده حي. لا يا اختي قلبوه مستشفى. خدها يا هبه واسبقونا على هناك. طيب يلا يا مالك نحصلهم في العربيه. يلا ايه يا ابني، انا قاعده هنا معاك في عربيه الاسعاف. طب يا جو طالما هي عايزه تيجي معاك انا اللي هحصلكم. يلا يا ايهاب. سلام. يا ايهاب. يا ايهاب. هما ما علقوليش جلوكوز ليه؟ ويعلقوا لك ليه؟ جعان يا ستي. يا اختي ناس وطلع له اسناني ناس. انت يا يوسف ها؟ لبسنا شورت ابيض وفانيلا حمراء ومنديل منقط. بقول لك ايه يا جو، هو انت ازاي مغمى عليك وانت بتتكلم؟ مش عارف يا ملوكه، بيقول انها حاله نادره. يا شيخ. يس. هي دي مستشفى الاشجار يا يوسف؟ سبحان الله، مستشفى وعامله حفله. خد يا بنت. ايه ده؟ بتحللوا هنا في كاسات كمان؟ اختي عليه يا ناس. بقول لك ايه يا ملوكه، تعالي بقى ننتظر في الاستقبال. يلا تعالي يا بابا.
خلي انت ايه الكاميرا دي معاكي عقبال ما اعمل اشاعه يقول لك هنا شكلها فيها مليطه. تعالي. ربنا يكفيك شر بنات حواء وغلوا منهم من عملهم من كيدهم ده اللي بيجي عليهم يخسر ويا ويل ويا ويل من يكسر قلبه. كل اللي عمل فيها فلندنه ادوله على عينه راح واتسوى دول ابليس ابليس جنبهم. هو يوسف بيشتغل ايه بالظبط؟ يوسف بيشتغلنا يا حبيبتي. اوكي. صور ايه؟ شفتهم. ازاي؟ بعد انت ما نمت خدت الكاميرا وقلبت فيها، بس يعني لا طلعت مكسر ولا حاجه. ايه ده ازاي؟ معقوله؟ صدق لازم اصدق. لو ما صدقتكش انت هصدق مين يا ناس؟ يا ناس. بس ما قلتليش بقى انت عملت كده ليه؟ اول ما شفتك عجبتيني، حاولت اقرب منك اكتر. ليه؟ غبية بقى. طبعا هعتبر نفسي ما سمعتش، بس عايز اسالك سؤال. انت مرتبطه؟ نو. يس. ما تفكريش في الجواز؟ ايه؟ جواز؟ كده مرة واحدة. انت عسل والله. الله يخليك. بص يا جو، انا عشت طول عمري في يوروب يعني تقدر تقول ان انا دماغي مختلفة شوية عن المصريين. يعني في يوم ما افكر ان انا اتجوز لازم اعيش مع اللي هتجوزه. طب ما احنا عشنا مع بعض يا جيسي. لا انت برضو مش فاهم قصدي. افهم. يعني لازم نشوف بعض مثلا واحنا صاحيين من النوم. طب ما احنا شفنا بعض واحنا صاحيين من النوم يا جيسي. ده غبي بقى. لا انت برضو مش واخد بالك انا قصدي ايه. فاهمين. السرير. السرير ماله؟ اهم حاجه بين اي اتنين السرير. طبعا، واللي يقول غير كده يبقى واطي وابن جزمه. بتفشل فيه علاقات وبتنجح علاقات. طب انت يا جيسي التنسيق عندك من كام؟ احنا لازم نتست. تست. وفي وشي كده. يلا وسايباني ببرم في البيت واجيب جمبري وحمام يا شيخه. يلا يا بنت. يلا يلا.
يلا بقى نخرج نلحق السهرة من أولها. عارفة اللي حصل ما بيننا ده على الايموشنز قوي. أنا كان لازم أعيش الحياة الأوروبية دي من زمان. شور بيبي مش قلت لك؟ حمار بقى وبتعلم. بس احنا لازم نقتل الدبانة اللي بتستهبل وعاملة كلب فيها دي. ليه حرام عليك، ده حتى الباتشينو كيوت قوي. خبيته على غفلة. عارف يا بيبي ايه اكتر حاجه كنت بحبها فيك بس ما كنتش ببين؟ يا خلاص يا ناس. عسل. بموت فيك. 3 دقايق رحت بتجيلك. يا لو مش البنت جيسي اللي قاعده بره دي، اللي قاعده مع الواد اللي لابس بيبيون، كانت مصاحبه الواد حسام. يا ابني ما دي البنت اللي سابها عشان شك ان عندها الايدز. كابتن قصدك الواد ابن الجزمه اللي لابس بيبيونه زي دي؟ انا اللي كنت بزن. يا رب. يا ملك. ايه؟ يا ملك انت عاملين كده ليه؟ هي اللي قالت لي تعالى نجرب العلاقه السكشوال، نتست. دي تست البست. تست ايه والبست ايه؟ هي اي مبررات وخلاص يا معفن. انت ايه مش هتبطل رمرمه؟ ما كفايه قرف. انا شويه هلمك من انسان البوليس بيملاقي لف. يا ريتها يا ملك تيجي على الملاقي. يا ريتها. ده ايدز. ايدز ايه يا ابني؟ اجز يا طنط. بطين هتجي لي بطين لما نروح. بطلوا رامي الودان ده بقى. ما عدتش نافع يا ملك. تستاهل يا يوسف. ما عدتش نافع. تستاهل يا يوسف. انت ايه يا ابني؟ انت على طول كدب 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 كدب. انت لو حلفت لي على الميه تجمد بعد كده انا مش هصدقك. لا يا اختي بتجمد. المثل ده قبل التلاجة. بطلي ند بقى. اقفي جنبي بطلي ند. استنى الدكتور جه قوم نشوفه. ايه يا دكتور؟ ايه الاخبار؟ لا تمام ما عندوش حاجه. الحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ومن باب الاحتياط انا كتبت لك 12 حقنه، هتاخد حقنه كل 8 ساعات. الحمد لله يا رب. طب بمناسبه اللحظه السعيده دي ناخد لنا صوره سيلفي بقى. ما تيجي يا حاجه. يلا تعالي. يلا اعملي دي بقى. ها؟ قوي تكي. لا والله. طب نقفل بقى بسرعه عشان في ناس هنا نفسيتها بلاك. ها؟ ما يسمعوش الكلام اللي بنقوله. يلا باي باي. ازيكم يا ولاد؟ كيف حالك يا رجل؟ والله متفائل يا بابا. خير ان شاء الله. والله اخدت قرار مصطحب بشيء من الحذر. قرار ايه يا يوسف؟ هتجوز صالونات. ايه يا بابا؟ ايه؟ صالونات مالك بتقطعيها كده؟ صالونات ايه يا معفن يا بيئه يا منتم؟ انا لسه جايباك امبارح من معمل التحاليل بتاع البنات الشمال، ناسي ولا فاكر؟ يا كلبه. لا احنا في مكان عام. ما تقولي لنفسك يا اخويا. ما اكلمك تكوني الف. بدل ما انت عارفه الرساله وصلت. لا طبعا يا بوب. هي عارفه. بس حس انك اخدت القرار المصطحب بالحذر ده. عروستك عندي يا جو. والله بما انك قلت حيس انا مصدقك. صالونات. صالونات طبعا. اما المطابخ عندهم نيش وصالون مذهب بيبقى سلوكهم كده. ما بيبقوش معبيين ومخنوقين. يطلع لهم حبوب من الخنقه. عايز افهم. ها؟ مين اللي انت عايز تبليها البلوه السوداء دي؟ مبروك يا جو. بوب حبيبي يا بوب. مش عارف اقول لك ايه. هي دي العروسه اللي كنت بدور عليها. الف مبروك حبيبي. الله يبارك. ايه مبروك؟ 150,000 جنيه شبكه يا يوسف. تستاهل. هي دي العروسه يا ملوكه اللي بدور عليها. وبعدين مش شايفه الانتريه المذهب ده كفايه يا سوسه. هات الشبكه. انت العريس؟ يا حبيبي انا العريس. سيبني بقى. بس يا طلعت ما تضايقش عمو. لسه فاكره يا طنط. الله دي حلوه قوي يا يوسف. متشكره. شفتي يا بابا الشبكه؟ شبكه وصناره. خد يا هاني. بصغرتي. ازغرت الوزه. خد يا عريس لابس عروستك الشبكه. شكرا يا طنط.
الخجل ده؟ ايه الخجل ده؟ مالك يا ملك في ايه؟ ايهاب، انا في حاجه عايزه اقولها لك. انا حاولت كتير، حاولت اركز بس ما عرفتش. أنا مش هقدر اكمل. الكلام اللي مش عايز يخرج من جواكي ده انا شفته وحسيته جوه. ملك، هو احنا مش هينفع ندي لنفسنا فرصه تانيه؟ ما قدرتش اشوفك حد تاني ايهاب. مش قادره اشوفك غير ايهاب، صاحبي واخويا. ربنا وحده يعلم قد ايه انا كان نفسي انك تحسي بيا. بس القلب ما يريد بقى ملوكها. فوقي كده وحصليني على جوه. خلاص يا يوسف هتتجوز. خلاص حدوته الخلبوس خلصت. دي نهاية الكتاب ولا دي نهايتي أنا؟ ياه، أنا اكتشفت النهاردة إني بحبك. اكتشفت إني بحبك في اليوم اللي بقيت فيه لحد غيري. يا يوسف. أول مرة أكتشف إن ملك البروفايل بتاعها حلو أوي كده. يا ترى ما كنتش شايف ولا ما كنتش عايز أشوف؟ ربنا يهنيكي مع إيهاب يا ملك. يا بختك بملك يا إيهاب، يا بختك.
من غير جبنه. ازيك يا حماتي؟ ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله على السلامة يا يوسف. يا حبيبي معقولة؟ هو في كده؟ ايه يا اخويا بيحبك. خالاته غريبة. الله، طلبت لنا حاجه يا مامي؟ طبعا يا حبيبتي، 3 كيلو كباب و3 كيلو كفته و3 كيلو طرب وتمن نيفه. نيفه وصابونه. حصل ازاي كده؟ على فكره يا يوسف انت لازم تجرب الكفته هنا، الكفته هنا خطيره. خطيره بالجبنه. هو على طول كده؟ ايه يا اخويا بيحبك. بطني بتوجعني. قالش لا بأس عليك. عدوى. انت العريس. مين ده؟ طلعت. طلعت يا محلى نورها، شمس الشموسه. ايه هو الواد من سنك؟ لا من درسك. هم سكرانين. على فكره انت كان لازم تسمع كلامي في موضوع الاكل ده من المره اللي فاتت، بس انا لقيتك نازل على الاكل كده حتتك بتتك فما رضيتش اقرفك، خفت لا تستفرغ. قصدك استنطق. ما تاكل. انا اللي طلبت مدهب. كفتة حبنا. سفرة نايمة أو قايمة أو نايمة أو عايمة. كفتك دي يا بابي. الحساب. هم سمعوا الحساب ناموا ليه؟ هم لازم يقيلوا بعد الاكل. هي بيني وبينك ساعة العصرية ساعة راحة. هو الحساب كام يا يوسف؟ 1000 جنيه. حلوة دي. حلوة. طالما هبل فهبل. قول لي بقى يا يوسف هنحلي فين؟ في المطرية. مطرية ولا النشفية؟ لا. هو انت زيهم؟ حلوة يا مامي. لا ده مرض في العيلة بقى. لا ده كفاية عليا كده. استنى لسه ما حليناش يا يوسف. كلمني انا. يا جماعه خدوا راحتكم، والله البيت بيتكم. أيوة. انتوا محرجين ليه؟ مين قال لك ان احنا محرجين؟ يا ساتر. بس بقول لك ايه يا يوسف يا ابني، انا من الصبح عماله ادور على البوفيه والنيش مش لاقياهم. هو مش برضه طقم الشربات بيتحط في النيش؟ والله يا طنط النيش ده اللي جاب لي الكافيه. بس بقول لك ايه يا حبيبتي، الشقه دي واسعه عليكي وهتتعبك في التنظيف. ها لا 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 يا ماما لا، البراح حلو بردك عشان النفر كده يستريح في بيتهم. نفر؟ هو بالمره يركب رابع ورا. بقول لك ايه يا يوسف، انا عايزه ادخل التواليت من ساعه ما جيت. هو فين؟ التولت اهو. ما انتوا نفضتوا البيت مش عارفه طريق التولت. ما شفتوش حياته يا اختي على حياته. هايل يا جو هايل. ده حلو الكونترباس اللي انت عامله في الالوان دوت، بس ايه الازاز اللي انت حاطه في كل حته ده؟ يا اخي لازم تراعي ان انت داخل على جواز مش جزاز. معقولة هو في كده؟ بقول لك ايه يا عمي، ان شاء الله والمره الجايه لما تيجي هدهلك الازازه بتوع الكشري ومش بعيد افرش لك نشاره تاخد كماله. حلوه حلوه. خد دي بقى. لا ما اقدرش. اللي هي مرات كمان. يا لهوي عندك تاني جوه. معقوله؟ ايوه. ايه بيوت ليها حرمتها مش ذكرتها. لا ما استحملش ما استحملش. يا بنت ابوك عسل قوي. فين البسين؟ البسين عند الصاد. شكرا. اغرق. انت عارف؟ لا انا رفح. عيلة جزم. الو حياته، انا مين وحشني؟ انا مين بحب؟ وحشتني موت. لا بجد وحشتني سيد. انا في غيابك حاسه بوحده رهيبه، بس اعمل ايه بقى؟ اديني بصبر نفسي، بقول كلها 6 شهور وشقتنا تبقى جاهزه. ابعت لي 10,000 ريال عشان اجيب بقيه العفش. مش بقول لك ايه، اوعى تحولهم على شيكين، خليهم شيك واحد، عايزين نخلص ونتأهل يعني يا حبيبي. شاو. أبستك. بتاكل في ايه؟ باكل وجبه فرخه. ايه رايك بقى لو جبت لك حاجه احلى؟ امال مش انا العريس؟ شيل دي بقى وتعالى معايا. يا جزمه
تعالى ايه يا حياتي؟ تعالى بص، اصل انا كنت قاعده جوه بفكر كده على انفراد، فقلت اخد رايك. ندهن الاوضه سماوي ولا كرومبي؟ لا الكرومبي هيبقى صعب شويه في اللف، احنا ممكن ندهنها اخضر زرعي اللي هو منقط نبيتي، ده بيبقى لذيذ. تصدق هيبقى ستايل. ماشي. ما عندكيش اي ملاحظ بقى بالنسبه للمطبخ؟ المطبخ ده لوحده قصه. فين الفرن اصلا؟ في السطح. الفرن في السطح؟ تصدق فكره حلوه؟ لاننا فعلا لو سيبنا الفرن هنا الدخان هيبوظ كل الاباليك. الاباليك؟ هي لو تعرف ان فيها اباليك ما كانتش انتحرت هنا. مين دي؟ الاباليكي. انا خلقت يا شو دخلتك صعبه قوي يا عمي. تخيل ده بياكل ولا بيشرب ولا بيتنيل يذاكر، واخرة المتمه مش عايز يروح لسكولز. لسكولز اس الجمع ازاي يعني لما يكبر هيعكس موديلز ابوستروف اس. انت ازاي يا اخي ما تغوضيش يا حماتي في الغريق. ارجع ولا تهرب من السكولز ازاي؟ امسكوا من كرش الواد طلع في الجبان ده. بس الغير الحق اخوكي. مش هسيبك يا واد. اي يا ابني يوسف انا نفسي في شوكولاته، ممكن؟ واحده بس. دي؟ لا حاجه صغنونه. طب صغنونه. شوكولاتايه. بس حقيقي يا يوسف انت حد جان قوي ولارج. وانت اكس لارج. على فكره انت غامض جدا. ليه؟ عشان انا لحد دلوقتي ما عرفتش لسه اسمك بكامل. تصدق بقى؟ معقوله؟ انا؟ ايوه يوسف علاء الدين اللي بيتحك كده ويطلع من فانوس. يا حبيبي شوفي يا لولا احنا جبنا حاجات قد ايه ونسينا ايه؟ ايه الشوكولاتايه؟ لا طب تعالى ننزل نجيبها. لا يا خايبه يا نايبه. معلش بقى يا مامي، يوسف هيعوضها لي. بعدين انا جبت لك حاجات كتير جميله بس عنتها لك على جنب عشان ما تتلخبطي. في كيسه سمراء من دول. كيسه؟ في الكيسه السمراء ام حسنه دي. لا ام حسنه ايه؟ انا عايزه كل الاكياس السمراء دي. كل الاصفر عشانك يا حبيبتي. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. هو ابوك جاي يشهر الاسلام ولا ايه؟ حبيبي يا جو. يا لولا وعفان ما تخليه يسكت بقى، انا بعرف. ده بيحبك يا اخي. والله بيحبك. بسم الله ما شاء الله. بقول لك ايه يا جو، ما تيجي تشاركني ولا على مشروع؟ ما انا اهو ابتديت براس المال. هات لنا انت بس محل، وعايز تفتح بقى سوبر ماركت، محل جزم، محل برفانات. لا انا نفسي افتح بتاع شكمانات. شكمانات والدين بقى تفات في دينه السبع على فات. جميله. معقوله يا لولا انتوا عايشين كده ازاي؟ طيب سيد، الحمد لله على السلامة يا سيد. سيد اكيد المكواجي. ها؟ مين الناطع ده؟ هو بيكلمني؟ لو سمحت غير اسلوبك. انت اللي مين؟ انا ابقى خطيبها. نطع يعني. وانا كمان خطيبها. نبقى خالصين. احترم نفسك. يا عمو ما تنساش بقى تعزمنا على افتتاح المحل. يا جزم يا جزم يا جزم. مرمي هنا بقالي اسبوع محدش يسأل عني. ماشي. وقال ايه الهانم؟ اتصل بيها تليفونها مقفول. يا ابني مالك، انا ما اعرفش عنها اي حاجه. واحده مرتبط بيها ما تعرفش عنها حاجه. الاخ الماني بقى. ماشي. انا ومالك سيبنا بعض يوم خطوبتك، اليوم اللي انا اكتشفت فيه يا يوسف انها بتحبك انت. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بقول لك مالك بتحبك. الماني اللي انا بقوله ده؟ بس لا انا اعرفه ان انتوا الاثنين. عايزه تعمل لك ايه تاني علشان تحس بمشاعرها؟ يوسف ما تضيعهاش من ايدك. مالك تستاهل انك تدور عليها يا يوسف.
ايه اللي جابك يا يوسف؟ وحشتيني. محتاج لك يا ملك. ايه الجديد يا يوسف؟ انت طول عمرك محتاج، وانا طول عمري جنبك. بس معلش بقى، مش دايما الحاجه الحلوه بتفضل معانا. بس لما بتضيع مننا بنحس بقيمتها، بنتوجع قوي. ملك انا عارف ان انا جيت عليك كتير، بس مش هقدر اعيش من غيرك. انا بحبك. أنهي حب يا يوسف؟ حب مامتك ولا حب أختك؟ ولا صاحبتك الأنديم اللي أنت بتطلع عينها وشالك كل بلاويك؟ ملك أنا محتاجك في حياتي. وأنا ما ينفعش أكون حاجة تانية في حياتك يا يوسف. يا ملك أنا من مكاني ده بهني الكاتبة المبدعة ملك عبد الرؤوف على كتابها الممتع الخلوص، واللي تناولت فيه مشكلة العنوسة عند الرجال، وأشيد بهذا التناول الجيد للظاهرة المنتشرة في المجتمع من خلال هذا الكتاب الرائع. شكراً.